ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ النهارده عندنا تمرين. يوم التمرين ده بيبقى يوم صعب قوي علينا. تدريب كاراتيه. انا مدخله مريم ودوده. دوده لسه جديده في موضوع الكاراتيه ده. فده يومين في الاسبوع. يوم الكاراتيه ده بيبقى يوم صعب جدا جدا. يا اما ما بعملش اكل فيه، يا اما اعمل حاجه سهله. فانا النهارده عملت حاجه سهله بحيث ان احنا لما نيجي من التمرين الموضوع يبقى سهل علينا شويه. عملت بقى سمك مكاريل في صينيه. لما اجي من التمرين هزقه في الفرن على طول، واقوم عامله بقى شويه الرز. يعني الموضوع هيبقى سهل شويه. وهجهز قبلها السلطه والطحينه قبل ما نمشي برضه. يعني الحاجه الوحيده اللي انا هعملها بعد ما اجي من التمرين هو الرز السمك. وهعمل وهزقها في الفرن. بس هوريكم بقى الصينيه انا جهزتها ازاي. اهو سمك مكاريل. لقيته صابح عند الراجل وشكله جميل جميل جميل. خدته نضفته وعملته بقى بالطريقه بتاعت ماما. بصوا. عملت خلطه اللي هي قطعت طماطم وبصل وفلفل وبشرت جزرة، وعندي بقى الثوم المفروم وملح وكمون، الحاجات الأساسية. وليمون طبعا، ده حاجة أساسية برضو الليمون. عملت الخلطة دي في طبق. بعد ما نضفته حشيته من جوه اهو. مش عارفة هيبان ولا لا في الفيديو. اهو حشيته من جوه بالخلطة. وباقي الخلطة حطيتها من تحت السمك وحواليه من فوق اهو، عشان يشرب بقى من جوه ومن بره. شكله جميل جميل، ريحته اصلا تحفه. وعلى فكره المكاريلي فيه نوعين يا جماعه. في نوع رخيص ونوع غالي. النوع بقى الغالي هو ده اللي احنا نجيبه. مره قبل كده الراجل ضحك عليا وقال لي هو ده مش عارفه ايه كده. جبته كان طعمه استغفر الله العظيم والريحه. والله العظيم انا عماله اقول ايه ريحته غريبه، مش زي كل مره انا بجيبه. انا اصلا مش شاطره في موضوع السمك يعني. اما جبته كده ما قدرتش اكله، ما قدرتش. انا قلت بعد ما يستوي طعمه او ريحته هيتغيروا كده، ما قدرتش. ولما جوزي برضو جاي ياكله ما قدرش برضو. يعني انا قلت ممكن يعيب فيا، طلع هو برضو قال نفس الكلام. فالسمك المكاريل بالذات لازم نجيبه من النظيف والغالي ومن حد موثوق. بص يا جماعه والله العظيم شكله جميل، ولا فيه ريحه زفره ولا اي حاجه. والخلطه دي جميله جميله جميله. في ناس بتحبه مشوي. انا الاول كنت بجيبه مشوي بصراحه يعني. بعد كده بقى لما عرفت الطريقه من ماما عملتها. جهزت الصينيه خلاص وهحطه في التلاجة وهننزل دلوقتي للتمرين. اول ما نيجي ان شاء الله هزقها في الفرن تستوي، اكون انا عملت الرز. هوريهولكم بعد ما يطلع من الفرن. جينا من التمرين بسرعه وعلى طول دخلت المطبخ، مغيرتش حتى هدومي. عملت رز السمك وزقيت الصينيه في الفرن زي ما قلت لكم. ودلوقتي استوى وبقى ريحته تجنن وشكله تحفه. بس انا هوريهولكم اهو السمك. بص جميل ازاي. خلاص يا كوكو. السمك ازاي باين جميل. بص ريحته تحفه. بصوا عامل ازاي. بص الخلطه اصلا مخليه شكلها جميل ازاي. الخلطه مخلياه شكله وريحته وطعمه تحفه. بص سخن شويه. قلبه ابيض ابيض ابيض. حاجه في منتهى الجمال. انا عيالي بقى ما بياكلوش غير السمك المكاريل ده. ولا بولتي ولا مكرونه ولا سردين ولا اي حاجه من دي خالص. قولوا لي تسلم ايدك بقى. بصوا يا جماعه، بصوا جمال الرز. بص الرز، السلطه، السمك، ودي طحينه. بص الرز عاملاه ببصله بس. في ناس بتعمله ببصله وفلفل وطماطم. انا ساعات بعمله كده وساعات بعمله كده، بس اكتر حاجه بنحبها في رز السمك اللي هو البصله بس. بنطلعه اللون البني ده، اسمه رز صياديه تقريبا. دي السلطه. بصوا الطحينه بقى.
عايزاكم بقى بعد ما تشوفوا الفيديو ده تدعوا لي دعوة حلوة، وما تنسوش تعملوا لي متابعة عشان يصلكوا كل جديد انا بقوله وبعمله، وهنزل لكم فيديوهات معلومات كتيرة جدا وجديدة.